الدموع لمعت في عينيها، لكن كرامتها كانت أغلى. وإنتوا كمان ما ينفعش تتكلموا معايا كده، قالتها بصوت عالي وهي بتبص لأحمد ولأمه. بيت أبويا مفتوح لي في أي وقت، أنا متجوزة جوزي بس مش بيت العيلة. انتوا مفكرين إني هخاف وأقول ما ينفعش أروح بيت أبويا وأنا عروسة؟ لأ طبعاً، قالتها فاطمة والشرار بيتطير من عينيها. وفي لحظة غضب ويأس طلعت تليفونها واتصلت بوالدها. وما هي إلا لحظات وعربية والد فاطمة كانت واقفة قدام البيت ومعاه والدتها وإخواتها. نزلوا كلهم زي الأسود، وشوشهم بتقول إن الكرامة ليها تمن. والدة فاطمة الست الأصيلة اللي ربت بنتها على العز بصت لحمات أحمد بنظرة كلها تحدي. اسمعي يا حاجة، بنتي مش هتعيش خدامة لحد، بناتك وعيالك يخدموا نفسهم، بنتي مش مسؤولة تخدم حد غير جوزها، ولو نزلت تخدمك يبقى ده من ذوقها هي بس. يلا يا بنتي يا فاطمة لم هدومك، وانتي يا أحمد بنتي مش هترجع معاك غير لما تشوف لها سكن لوحدها أو تعيش عيشة مستقلة فيها كرامتها. بنتي مش هتعيش في بيت يتهان فيه كرامتها. فاطمة والدموع مالية عينيها لمت هدومها بسرعة وهي بتحس إن قلبها بيتقطع. خرجت من البيت اللي لسه ملحقتش تفرح فيه وراحت بيت أبوها. دلوقتي فاطمة في بيت أبوها، والسؤال اللي بيطرح نفسه مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط في اللي حصل ده كله؟ تفتكروا هل الكرامة ليها أصول؟ وهل الحب يقدر يصمد قدام صراع العادات والتقاليد اللي بتدوس على أبسط حقوق الإنسان؟ شاركونا رأيكم وتجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا قصصنا اللي بتلمس قلوبكم.